الكاتب الروائي والسيناريست اللي قرر يكتب دايما اللي مش موجود على الرف. لو فاكر انه مجرد شخص عادي داخل مجال الادب فانت غلطان. تعال احكي لك مين هو احمد مراد اللي اختار الكتابه لما خير نفسه بين العلاج وانه يكون كاتب. في 2007 ظهر لنا مع اول روايه ليه فيرتيجو، اللي جسد فيه شخصيته وقتها في كاركتير مصور بيشهد جريمه قتل في نادي ليلي شهير علشان كان بيصور المشاهير ونخبه المجتمع، ولانه انسان كان من الطبيعي يخاف ويهرب من المكان، بس نسي شيء مهم جدا، إنه معاه صور تدينهم من موقع الجريمة. فهل هيعرف يهرب من العصابة اللي هتترصد ليه بعد كده؟ ده اللي عرفه لينا الكاتب خلال الرواية، واللي ناقشت كمان الفساد السياسي واستغلال السلطة والنفوذ، ده غير طبعا الطبقية في المجتمع. وكانت الرواية هي الانطلاقة الأولى ليه زي ما وصفها، هي الحب الأول. فكانت بدايته قوية برواية أدب بوليسي اعتمد فيها على الوصف التصويري السينمائي، واللي استخدم الوصف كمان في اسمها علشان يدل على حالة البطل. ولما قلتلك هي أول انطلاقته ما كانش من فراغ، ده لأن الرواية نجحت نجاح كبير جدا واترجمت للغات كتيرة زي الإنجليش والفرنش، وتحولت لمسلسل بطولة هند صبري وإخراج عثمان أبو لبن سنة 2012.